نور وصل محل اباتشي دلوقتي يا جماعة. تعالوا بقى مع بعض نشوف طريقة عمل برفيوم نور بيتعمل ازاي في محل اباتشي. جبنا الازازة اللي هنعمل فيها البرفيوم وشيلنا البخاخ وبننفخها جامد من الداخل عشان لو فيها اي شوايب تخرج بالهواء الجامد ده، وبنحط نسبة كحول بسيطة وبنغسلها كويس وبنشيل الكحول اللي جوه، وبرضه بننضفها جامد بالهواء عشان لو فيها اي شوائب من الداخل نتأكد انها خرجت. الازازة طبعا بتيجي جديدة ونضيفة، ولكن احنا بنأكد عليها. برضه بننضف العدة اللي شغالين بيها، وده عشان خاطر نستبعد ان اي حاجة تكرف معانا واحنا شغالين. بنحط نسبة من الكحول ارضية للزيت العطري. كحول العطور بيكون مخصص للعطور وتركيزاته بتتفاوت من 95 ل 99% كحول إيثيلي، وبيتحط عليها بعض المواد. بعد كده بنحط نسبة الزيت العطري. عطر نور هو عطر للجنسين من العطور الجميلة اللي أدائها ممتاز، طبعا العطر غني عن التعريف. بنحط نسبة الزيت العطري من عطر نور، وكل عطر بيكون ليه نسبة محددة من الزيت العطري، وده بيرجع لكثافة العطر ولأداء العطر وطبيعة العطر وجودة العطر. بعد كده حط الماء المقطر وبعديها المذيب العطري. وكنا قلنا قبل كده في الفيديوهات وظيفة الماء المقطر والمذيب العطري. بيرجع بالمكونات دي كلها في كاس الخلط. هو ممكن يعمل اصلا كل اللي عمله ده في كاس الخلط ويخلطهم بعد كده يرجعهم في الازازة، ولكن هو بيعملهم في الازازة الاول عشان ياخد المقاس مظبوط. بنخلط كويس على جهاز الخلط الدوراني. ده جهاز بيشتغل بالمجال المغناطيسي، بيخلط المكونات دي كلها مع بعض بطريقة الخلط الدوراني. وده ازاي؟ عن طريق الكبسولة اللي داخل المخروطي او الكوباية بتاعت الخلط دي. في كبسولة جوه بتاخد مجال مغناطيسي من الجهاز وتلف فتاخد السائل معاها. بيرجع بالمكونات كلها او السائل العطري في الازازة تاني، وهينظف مكان العنق بتاع الازازة او البخاخ وهيجرب الازازة. البرفيوم اسمه نور، من اجمل العطور اللي هتقابلوها. البرفيوم حقيقي جميل جدا جدا، ومن العطور اللي عليها طلب جامد قوي في محل اباتشي، ودايما بتخلص عندنا اول باول الحمد لله. وطبعا الناس اللي جربته عارفاه. البرفيوم جميل، هو عطر فيه فواكه، فيه اناناس وفي الياسمين، ومتحلون بالفانيليا ومتشيك بالباتشولي. البرفيوم اداؤه عالي ممتاز للجنسين، ولكن بيباع عندنا في المحل رجالي اكتر. من اكتر العطور الجذابة اللي بيجي عليها تعليقات. البرفيوم اسمه نور، وهو دلوقتي متوفر في محل اباتشي. اطلبه دلوقتي.